ايه رأيكم بقى في الدهب الجميل ده؟ حاجة كده تحفة، هتنبهري بيه لما تعمليه في بيتك. هنعمل مع بعض النهاردة أغلى أنواع الحلويات وأفخمها، وهنعمله بأسهل الطرق ومش صعب خالص. وأحلى حاجة بقى، ريحته تحفة وطعمه خطير. مفيش أحلى ولا أطعم من كده، ولا تقوليلي بقى طعم المحلات ولا أي حاجة تانية. ده حاجة تانية خالص، طعم وريحة وشكل فوق الخيال ما يتوصفش. يلا بقى نشوف هنعمل الصابليه الدهب ده ازاي. بس اللي لسه اول مره يشوفني، انا اماني ودي قناتي. ما تنسوش تحطوا اللايك، اعجاب بالفيديو، واشتراك للقناه لو لسه ما اشتركتيش، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بس قبل ما نبتدي ما ننساش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنبتدي بيها، لازم نشغل الفرن بتاعنا يسخن كويس جدا، ونسيبه خالص لحد ما نخلص عجينة الصابليه بتاعتنا. الفرن على درجة حرارة 170 على الرف الأوسط، مفيش تشغيل شواية خالص. معايا نص كيلو زبدة على سمنة بلدي 500 جرام كله، ومعايا كيلو دقيق ناقص معلقتين، يعني أنا منقصة من الدقيق ده معلقتين بس، ومعايا 250 جرام سكر بودرة. أول حاجة هنبتدي بيها، هنضرب الزبدة بتاعتنا مع السكر لحد ما تاخد القوام الكريمي خالص. لو مفيش عجانة يبقى بالمضرب اليدوي، لو مفيش مضرب يبقى بإيدك لحد ما تاخد معاكي قوام كريمي. أول ما تاخد القوام الكريمي هضيف الدقيق معايا وهسيبه لحد ما العجانة تلمه خالص. لو مش موجود طبعا عجانة، هنعمل ايه؟ هنقلب الدقيق بإيدينا، ندوبه كده في السمن في الزبدة بتاعتنا لحد ما يدوب خالص فيها ويختلط بيها كده، وما يبقاش فيه دقيق مكتل معاكي. يبقى كده العجينة تمام. بعد كده هنختبرها، هنكور منها كرة صغيرة ونضغط عليها. لو لقيناها مش بتشقق معانا، يبقى هي كده العجينة تمام وهنشتغل بيها. لو لقيناها بتشقق معانا هنعالجها، هتبقى محتاجة ايه؟ هنضيف لها معلقة زبدة كبيرة. لو لقيناها بتلزق هتبقى محتاجة دقيق، بس المقادير دي مظبوطة بالظبط. هيبقى معاكي كيلو دقيق ناقص معلقتين، هيبقى تمام والعجينة زي الفل معاكي كده. العجينة لمت معايا خلاص اهي، وبختبرها. عملت منها كورة صغيرة وضغطت عليها، والحمد لله ما شقتش معايا ولا حاجة، والعجينة زي الفل وهشتغل بيها. طيب دلوقتي لو العجينة لقيتيها لسه ماسكة معاكي شوية، اعجني فيها تاني لحد ما تلاقيها طرت معاكي خالص، لان دي مفيهاش سوائل ولا هيحصل معاها اي حاجة، ولا عرق الدقيق هيمد معاكي. دي مجرد بس زبدة وسكر ودقيق، تفضلي تعجني فيها لحد ما تلاقيها طرية معاكي خالص. هتلاقيها زي الفل وما فيهاش اي حاجة. لو لقيتيها بتلزق شوية هتحطيها بس في التلاجة ترتاح ربع ساعة، وبعد كده هنطلعها نشتغل بيها على طول. هناخد حتة منها ونكورها ونبططها كده قدامنا زي ما انتوا شايفين. ومعايا الاشكال القطاعات دي اشكال تقطيعات الصابليه. بتخلي كده الصابليه كده على قد البق وشكله جميل قوي. دي بتتباع عند مستلزمات الحلويات. الكيس فيه 10 تشكيلات، جبته ب65 جنيه. هيفضل عندك وهتعملي بيه وقت ما تيجي تعملي الصابليه. انا بططت اهو زي ما انتوا شايفين قطع من العجينه، وعملت منها تشكيلات. واول ما الصاج بتاعي ده هيخلص معايا تشكيلات هدخله الفرن وهشتغل في الصاج اللي بعده. كمية الدقيق دي هتعمل معاكي صابليه كتير ما شاء الله، هتعمل معاكي حوالي 2.5 كيلو صابليه. بكل بعد ما يخلص خالص هيوفر عليكي كتير، لان الصابليه غالي جدا وهو من اغلى الحلويات بتاعت العيد. وبيبقى شكله جميل قوي وطعمه تحفة، وحاجة كده تفرح في البيت. طبعا الفرن بتاعنا كده سخن خالص. هدخل الصاج ده لمدة ربع ساعة، وبعد الربع ساعة ده هبتدي اشوفه. وطبعا الصاج هقعد اقلبه كده من وقت للتاني، وبعد كده هتابعه لحد ما ياخد اللون الذهبي كله. طبعا مش هنشغل الشواية خالص. انا بعمل دلوقتي اشكال التارت اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي الاطباق الصغيره اللي بتتخبز في الفرن. جبت الواحده ب2 جنيه، مش غاليه خالص.
جبت منها شوية كده حلوين علشان اعمل صاج بيها. هعملها كده، هاخد كرة صغيرة واحطها. اهم حاجة ما ترفعيهاش علشان لما تيجي تطلعيها ما تتكسرش منك. زي ما انتوا شايفين انا متخناها، اخده كرة كده كبيرة حلوة وعاملاها في قلب الطبق الصغير اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده باخد الحراف كده من فوق، وبعد كده لازم اخرمها بالشوكة، اخرم قلبها بالشوكة علشان ما تنتفخش مني في الفرن، ويبقى شكلها كده متساوي كله زي بعضه. بعد ما اخلص العجينة بتاعتي كلها والبسكوتات بتاعتي تخلص، هسيبها ترتاح طبعا ساعة لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هبتدي اشكلها. هلزق بالشوكولاتة كل بسكوتين زي بعض. وبعد كده انا مش هلزق بالمربى طبعا لان المربى بتطر البسكوتة جدا، لكن الشوكولاتة بتخليها ماسكة نفسها وحلوة. انا سيحت شوكولاتات على بخار مية. لو موجود عندك ميكروويف هتسيحيها على 30 ثانية، وبعد كده تطلعيها تقلبيها كده في بعضها. ما تسيبيهاش لما تسخن خالص في الميكروويف، ولا تسيبيها لما تسخن خالص على حمام البخار. اول ما تلاقي كام وحداية كده خلاص ساحوا خالص على البخار او في الميكروويف، طلعيها وقلبي الباقي فيها علشان ما يحصلش مشكلة في الشوكولاتة وتكتل منك. دلوقتي انا هلزق كل بسكوتين زي بعض وهخلص الكمية كلها مرة واحدة. هقعد بقى كده اشكل البسكوتات بتاعتي، اغطس في الشوكولاتة البيضة وفي الشوكولاتة التانية كمان، بس لازم اخلص كل شوكولاتة لوحدها علشان ما احطش لون من ده على لون من ده. زي ما انتوا شايفين كده. هتصفي الشوكولاتة كويس بالشوكة كده وتاخديها على ورقة زبدة علشان ما تلزقش معاكي، او على كيس مدهون دهنة زيت خفيفة، بس يكون زيت نظيف ملهوش ريحة علشان ما تلزقش منك. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا هعمل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي بالشوكولاتة البيضة والشوكولاتة البني. انت شكلي بقى وعلى حسب ذوقك زي ما انت عايزة، اي حاجة هتشكلي بيها الصابليه هتطلع حلو قوي معاكي. هغلف برضو نص البسكوتاية شوكولاتة واسيب النص التاني ظاهر زي ما انتوا شايفين كده. ادي شكل حلو بقى للشوكولاتات بتاعي. هاخد الشوكولاتة البيضاء وارش بيها كده بالشوكة زي ما انتوا شايفين، هتدي معايا شكل حلو قوي. هعمل برضو تشكيلة، هغطس في الشوكولاتة البيضاء كلها. هتبقى معايا زي الصابليه الفرنساوي واحلى. طعم طبعا البسكوتة والطعم احلى منه بكتير. زي ما انتوا شايفين كده انا مغطسها كلها واطلعها، وبعد كده هغطس برضو نصها واسيب نص البسكوتة ظاهر. شكلي بقى زي ما انت عايزة وعلى حسب ذوقك هتعملي احلى حاجة. دلوقتي بقى معايا كيس مربى الحليب. الكيس ده ب55 جنيه، نص كيلو، بس جميل قوي. لو عملتيه في البيت هيبقى مكلف، اما تشتريه مش هيبقى مكلف عليكي ولا حاجة. ممكن تعملي بيه كذا مرة. دلوقتي بقى هنحشي التورت. شايفين شكله عامل ازاي، اخد اللون الذهبي الجميل. وطبعا الطبق كده ماسك نفسه كده. ومش اخد طبقة خفيفة ولا حاجة، طبقة تقيلة علشان لو البسكوتة خفيفة معاكي هتتكسر منك على طول. حاجة الزواقات دي مش مكلفة خالص. لو انتي هتعملي مشروع زي كده وتطلعي اوردرات، الحاجات دي كلها مش غالية. انا جايبة فستق حلبي ب30 جنيه، وجايبة بعين جمل ب20 جنيه. انا بجيب بالجرامات. والعلب ديت علب الحاجات الخرز ديت، اي علبة عايزاها ب5 جنيه. وكيس مربى الحليب زي ما قلتلك ب55 جنيه، بيعمل معايا كتير. لو انتي عاملة زي كده مشروع مثلا وعايزة تجيبي الزواقات دي ما تعديش 100 جنيه فيها، وتجيبيها وهتعمل معاكي كتير. يعني ب100 جنيه زواقات هيعمل معاكي 9 كيلو صابليه. الصابليه احنا بنشتريه غالي جدا، فلما بنعمله في البيت ما بيبقاش مكلف كده علينا زي ما بنشتريه. لو وصلت بقى معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحط اللايك الجميل بتاعك عشان تدعمي القناة والكل يستفيد. هعمل بقى الشكل الخرافي ده. هعمل لؤلؤ البحر. هاخد كده طبقين من التارت والزقه كده بالشوكولاتة علشان يديني شكل اللؤلؤ بالظبط.
زي ما انتوا شايفين، واسيبه عشان الشوكولاتة تنشف معايا وانا ماسكاه كده. ايه رأيكم بقى في شكل اللؤلؤ البحر اللي انا عملته ده؟ شكله تحفة قوي. وده حصري والأول مرة يتعمل. ياريت يا جماعة اللي يعرضوا في قناته يقولوا ان المصدر من قناتي انا، لان ده الأول مرة يتعمل لسه. واللي عايز يشوف حاجة جديدة وحصري هيلاقيها عندي هنا في القناة وبس. يعني احنا يا جماعة لو جينا نقول كيلو الصبلي في المتوسط من 200 ل 250 جنيه، اللي هو اللوكس الفاخر بالطرط كله، شوفي انت بقى هيخشلك مكسب قد ايه على حسب شغلك. وما تحاوليش تعلي السعر في الاول عشان تكسبي زبون. ولو في اي استفسار حابين تسألوني عنه سيبوهولي في التعليقات وهجاوبكم عليه بكل امانة. زي ما بحب النفس الخير بحبه للناس كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حب لأخاك كما تحب لنفسك. أتمنى أكون فدتكم وكنت خفيفة عليكم. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. شايفين شكل اللؤلؤ البحر عامل ازاي؟ شكله تحفة قوي، وشكل الصبلي كله جميل. الأشكال الحلوة ديت. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون كان خفيف عليكم. ما تنسوش لو عجبكم تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. وتنسوش في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.